تهرش كده زي الكلب كده كأنك مدمن مبطل إدمان. الفكرة دلوقتي إن إجابة الناس يا ابني اطلع دلوقتي هو لسه يا جدعان أنا عايز فاهمني والله العظيم بهزر. لا انت محتاج تخس شويه. عليك زمان، لا حول ولا قوة الا بالله. وربنا ما خس. طيب السلام عليكم. الملل يا صديقي كلمة بالنسبة لنا يعني تكاد تكون صفة سيئة أساسا. بمعنى مثلا لما حد يقول لك أنت ممل اللي هو يعني إيه يا جدعان، دي شتيمة بالنسبة لك، شتيمة. مخك ما بيقدرش يترجم الملل لأنه مش متعود إن يحس بشعور عدم فعل أي شيء ده. يعني مثلا مخك عنده استعداد إن يأذي نفسه على إنه يحس بالملل. مثال على كده، جابوا تجربة علمية حوالي 11 شخص يعني، وحطوهم كل واحد فيه إيه، كل واحد فيه كده في أوضة إيه لوحده، أوضة كده أبيض في أبيض، بحيث بقى إيه، وسايبين زرار بتاع كهرباء وسايبينهم معاه، يعني سايبين إن هو مش أي حاجة في الأوضة غير إن هو قاعد مع زرار الكهرباء ده. الناس بدأت تكهرب نفسها. كدليل على ده، عشان عارف إن تحس الموضوع عبيط إن البني آدم يقعد يكهرب نفسه كده، افصل النت بتاع البيت واقعد ما تعملش حاجة، هتلاقي نفسك قايم تذاكر، هتقعد تهرش كده زي الكلب كده كأنك مدمن مبطل إدمان، وهتقعد لدرجة إنك ممكن تقوم تذاكر يا اسطى. ده نفسه حاجة يعني يعني مش طبيعية إن هي تحصل. الألم أو الملل بالنسبة لك يعتبر حاجة موترة لمخك، بس بالرغم من كل الحاجات دي كلها، اللي إن الفرق أو الحاجز بينك وبين إنك تبقى شخص مبدع أو إنك تحقق حاجة نفسك فيها قوي، إنك تحس بملل. لإن لما بتبدأ تخش في حالة الملل ديت، ممكن نقول كده إيه، المال يعتبر زي مكنسة كده داخلة تنضف دماغك من كل في الوقت اللي التعفن اللي فيه، وتبدأ خلايا أعصابك تتربط مع بعض بشكل أحسن. هتقولي إزاي؟ هديك مثال. آه... تجربة اتعملت على، جابوا 15 واحد، يعني جابوا 3 مجموعات، كل مجموعة فيهم 15 واحد، خلوا كل واحدة فيهم تعمل حاجة مملة بليفل معين. أول مجموعة جابوا شوية أرقام كده وقالوا إيه، أول مجموعة تقعد تكتب الأرقام ديت لمدة ربع ساعة، المجموعة التانية تقعد تقرأ الأرقام ديّة لمدة ربع ساعة، المجموعة التالتة اللي هي المجموعة العادية اللي زي ما بنقول لك دي اللي هي إيه، بناخد عليها القرار يعني. بعد ما عدّى الربع ساعة، جابوا كوباية بلاستيك وسألوا كل أشخاص يعني كل مجموعة سؤال، إيه اللي نقدر نعمله بالكوباية البلاستيك ديّة؟ الحاجة المبهرة إن الناس اللي كانوا بيعملوا أكتر حاجة مملة، اللي هو إنك تقعد تكتب الحاجة ربع ساعة، كانت إجاباتهم أكتر إبداع من الناس اللي بتعمل حاجة أقل ملل، إن هو بيقرأ الحاجة لمدة ربع ساعة. وإجابة الناس اللي بتقرأ اللي هي حاجة مملة ديّة كانت أحسن من الناس كانتش بتعمل أي حاجة. إن الناس اللي كان نتيجة التجربة ديّة كان درجة إبداعاتهم مختلفة بدرجة الملل، فأنت كل ما تخش في ملل أكتر، كل ما كان درجة إبداعك أعلى. طيب، كتجربة شخصية، أنا أصلًا قبل ما أصوّر الفيديو ده كنت أخدت قرار كده إن أنا إيه، كل يوم أقعد أصحى بقى الفجر وبتاع، حتى لو حد متابع يعني بيشوف الفيديوهات على الإنستجرام وكده، أنا كل يوم أصحى الفجر، فعقبال ما أبدأ في الموضوع ده هاضطر إن أنا أصحى بدري أو أنام بدري قصدي، فهاضطر إن أنا أسيب الموبايل، فطبعًا عشان أنت مش متعوّد فأنت بتقعد حوالي ساعة، ساعتين قبل ما تخش في النوم. أنا عايز أقول إن كل أفكار فيديوهاتي أو كل أفكار أي مش فيديوهات بس، أفكار حاجات كتيرة أوي كنت جديدة لسه باعملها، كانت ناتجة عن الساعة اللي أنا بابقى قاعد على السرير ما باعملش أي حاجة ديّة. مش بادخل في overthinking بقى، وبعد الساعة 00:00 الحمد لله يعني إحنا ما وصلناش للمرحلة ديّة، بس أنا باتكلم إن إحساسي بالملل قبل النوم وإن أنا مش لاقي حاجة أعملها وحتى سايب الموبايل وكده، أنتج عندي أفكار لدرجة إن فكرة الفيديو ده جاية من إحساس إن أنا كنت حاسس إن أنا زهقان. فلمّا جيت أدوّر على الموضوع لأ، لقيت الموضوع فعلًا لأ، هو الموضوع مبني على أبحاث، إنك لمّا بني آدم بيخش في ملل، فبيبقى درجة يعني إبداعه أعلى. ليه بقى؟ بُص يا باشا، الملل ده يعتبر بيدّيك مساحة إنك تخلّي أفكارك كده تنطلق، يعني أنت مش أنت المسيطر على أفكارك، لأ أنت سايبها كده تعُم مع نفسها. هتخلّيك تفهمها أكتر. عارف مثلًا أمّا أنت مثلًا حاجة مش فاهمها أو نوعًا ما كتير منكم حتى عبد الله وعاصم عايزكم تركّزوا معايا الحتّة ديّة. مش أنتم كل واحد فيكم مثلًا عدّى عليه تجربة إنه كان في مسألة مش عارف يحلّها أو مشكلة مش عارف يحلّها، ولمّا نام صحى عرف يحلّها؟ لا انا الحل بيجي لي وانا نايم. ده بييجي لك بالضبط، صح، صح، كلامك صح. عارف ليه بقى؟ هاقول لك ليه. إنّك وأنت نايم أساسًا مُخّك عارف خصوصًا أنت في المواجهة، عارف لمّا أنت تدخّل حسابات توصل لأعلى درجة نجاح في معضلة معيّنة،
على الكمبيوتر حاجه زي كده، ده نفس اللي مخك بيعمله، اللي هو انك مخك بيحاول يجمع كل الافكار المستحيل. بالظبط، يحاول يجمع كل الافكار المستحيل كانت تتربط مع بعضها، يربط الافكار مع دي مع دي مع دي، ينتج فكره، يشوف حاجه تانية يربط الافكار دي مع دي، ينتج فكره، لحد ما يوصل لاحسن برودكت انت ممكن تتخيله، اللي هو الحل بتاع المعضله بتاعتك. هي ديت اللي كان بيحصل وانت نايم، ده هو بالظبط اللي بيحصل لك وانت حاسس بالملل. انت بس مستوعب الموضوع قد ايه يعني فاجر زي ما بنقول. طيب خلاص احنا عرفنا الموضوع مهم. انا المفروض بقى اعمل ايه؟ الموضوع بسيط، حاول تدخل نفسك في حاله ملل. يعني يا عم انا هقول عن نفسي بعملها قبل ما انام. تمام، انك قبل ما تنام مثلا كده سيب الموبايل، ما تفكرش في حاجه، وحاول تقعد على السرير بس، ما تدخلش في اوفر ثينكينج. انا عارف انك سايب الحته بتاعتك دلوقتي، بس لا اركن الموضوع على جنب. انا بتكلم انك تخصص وقت محدد انك تسيب مخك انه يحس بملل. صدقني اللحظه اللي انت هتعمل حاجه فيه الحاجه ديت، هتلاقي في افكار انت عمرك ما كنت تتخيل انك تعملها. انا عايز اديك امثله عن بيزنس كتير بدا بالفكره ديت. يوتيوب بدا كده، سبوتيفاي بدا كده، شركات كتير بدات كده. حتى لو انت دورت، مش عايز لسه عشان الفيديو ما يطولش، لو انت دورت هتلاقي حتى مثلا بتاع سبوتيفاي ده كان باع شركته وقاعد زهقان ما بيعملش اي حاجه، جات له الفكره ان هو كان قاعد يجمع شويه اغاني، فليه مفيش مكان مثلا كل الاغاني دي مرتبطه بمكان معين. جت فكره سبوتيفاي من كده. الملل بيخليك تنتج افكار كريتيف انت ما كنتش تتخيلها. وخصوصا ان الموضوع انك تحس بملل في الفتره ديت، يعني وخصوصا في العصر ده بقى صعب، لان كل السوشيال ميديا وكل البرودكتس الموجوده بتحاول تجذب انتباهك باكبر قدر ممكن، لدرجه انك بتخش الحمام بالموبايل. اللي هو انت متخيل يعني؟ انت شوف يا جدعان انا هو لسه يا جدعان انا عايز فاهمني؟ والله العظيم بهزر. انت حتى مثلا اللي هو يعني مثلا زمان كان يقول لك انت بتخش الحمام كده بتلاقي في افكار انت عمرك ما كنت تتخيلها. دلوقتي بقى تحتوش ما بقتش بتيجي عشان انت قاعد على الموبايل. لان الهدف من ده انه يفضل جاذب انتباهك لاطول فتره ممكنه. لان انت هنا بتدفع ثمن، انت محدش فينا، او حاجه ملهاش سعر، اللي هو ثمن عمرك ووقتك. الوقت هي الحاجه الوحيده اللي احنا كلنا متساويين فيها. انا عندي 24 ساعه، انت عندك 24 ساعه، انت عبد الله عندك 24 ساعه. بس الفرق ان كل واحد فينا بيستغل 24 ساعه بشكل مختلف. فهو هنا عايز يفضل جاذب انتباهك لاطول فتره ممكنه، لان ده بيدخله فلوس. فاهمني؟ او هو الهدف ان هو يخليك غايب عن الوعي في منطقه معينه، او انك تفضل في وضعيه المستهلك، وانت ده كله على قفاك وعلى قفا ايه عمرك والحاجات دي كلها. انا مش بتكلم ان مش بهاجم حاجه او حاجه زي كده، حتى بعمل كونتنت اساسا، بس انا عامل الموضوع بالنسبه لي فور فن يعني. بس انا بتكلم ان احنا ما بقينش، الواحد ما بقاش يعرف يقعد مع نفسه بدون ما يحس انه بيعمل اي حاجه. حاول تجرب الموضوع. وانا عن تجربه شخصيه الموضوع صراحه فادني جدا. انا اصلا بدات محتوى الحاجات دي كلها بان انا قاعد ان انا زهقان، والنت كان ساعتها قاطع صراحه عشان ما اكذبش يعني. والله العظيم. فمثلا قبل ما تيجي حاسس مثلا جلسه كل يوم ربع ساعه، مثلا افصل النت، افصل موبايلك، واقعد بس كده في بلكونه بتتامل. صدقني هتجيلك حاجات انت عمرك ما كنت تتخيل. وبس. في حاجه بقى مهمه عايز اقولها، ما تنساش تعمل سبسكرايب، عشان انا شايفك ياض اللي بتتفرج وما بتعملش سبسكرايب ولايك وكومنت، وانت برضه انا شايفك انت مش عامل سبسكرايب على فكره. والسلام عليكم.